حنا كنهضروا اليوم على كرة القدم في المغرب، راه ماشي غير رياضة، هذه قصة جيل، قصة حلم بدا من رؤية ملكية واضحة، نبنيو كرة جديدة محترفة قوية ومعولمة. القصة ما بداتش من اليوم، بدات فاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله عطى الإشارة لإحداث واحد المشروع اللي غيبدل كل شيء، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ذات المكان اللي كيخرج رجال قبل ما يكونوا لاعبين، كيقري كيدرب كيبني الشخصية وكيصنع عقلية الفوز. مع هذه البنية كان خاص اللي ينزل الرؤية، اللي يجمع واللي ينظم واللي يدير استراتيجية بعيدة المدى. وجا الدور ديال فوزي القجع ما بقاوش الناس كيسمعوا عليه في القهاوي، ولا اسم حاضر في العالم كامل، خدام منضبط كيصول الليل بالنهار وكيطبق حرفيا الرؤية الملكية. بناء ملاعب، تكوين مدربين، تطوير البنية التحتية، دعم الفئات الصغرى، وحدت منظومة كرة القدم حتى ولات قوة إفريقية وعالمية. وهاد الخدمة بانت النتائج ديالها، حتى والفنا كل عام نعيشوا بالانتصارات. وهاد السنة كانت كذلك حافلة بالإنجازات. منتخب الفتيان واللي كيطلع مواهب كلهم من الأكاديمية، منتخب الشبان دار ملحمة وجاب كأس العالم 2025، منتخب الأولمبيين، منتخب النسوي، المنتخب الأول، وحتى أشرف حكيمي دار الكرة الذهبية الإفريقية. كلهم ولا عندهم عمق ولاد الأكاديمية وثقة في النفس ما كانتش من قبل. هاد القصة كاملة من رؤية مالك لأكاديمية عالمية لتنزيل دقيق بقيادة القجع. كل هاد السنين كانت غير تحضير المرحلة الجديدة،